ناقشت الدكتوراه، اخدت الدرجه، فرحان جدا. خلي بالك، معظم دكاتره الجامعه بيفتكروا ان كتابه الابحاث ونشرها اصعب حاجه في الموضوع. حابب اصدمك واقول لك انك هتكتشف وانت بتقدم للترقيه ان الكتابه والنشر كان الجزء السهل. طب ليه بقول لك كده؟ تخيل معايا السيناريو اللي بيحصل كتير. لقيت نفسك بعد 5 سنين مخلص ابحاثك وجاهز تقدم ترقيه وتمام التمام. تقرا بقى القائمه اللي المفروض تجهزها، تلاقي مطلوب منك نسخه من رساله الماجستير والدكتوراه وانت مش لاقيها، تضطر تطبعهم وتجلدهم من اول وجديد. ضغط عصبي ببلاش كده. مطلوب منك اصل جواب قبول النشر، ويا سلام بقى لو نشر دولي، هات الايميل اللي بيقول لك we are pleased to inform you that your article has been accepted for publication. دور بقى على الايميل اللي من 5 سنين، ايوه اللي انت مش لاقيه ده. تقرا الماده 34 من اللوائح، تلاقي مطلوب منك ملف النشاط الجامعي اللي فيه كل حاجه عملتها تدريسيا وبحثيا وجامعيا ومجتمعيا ومعتمد. الخلاصه، لو قريت لوائح الترقيه بتاعت جامعتك او بلدك وايه المطلوب منك بالظبط هتعرف، ولما تعرف هتحافظ على ورقك وتلاقي نفسك بتجهز نفسك بكل سهوله. انا مصطفى بالسعود، ودي كانت في 60 ثانيه. استنوني في الحلقه الجايه. سلام.